تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت فيوتشر في كأس مصر 2025. تشكيل الزمالك، القناة الناقلة، كل ما يدور حول هذه المباراة. بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، خصوصا خلاص قربت تكمل 500 مشترك يا أحلى زملكاويه في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين، ازيكم عاملين ايه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة من حلقات كورة في مصر، كل يوم في كورة، كل يوم اخبار عن نادي الزمالك وكل ما يدور حول نادي الزمالك. ما تنساش بقى تشترك لي في القناة، ليه؟ عشان يوصلك الجديد اول باول. ويلا بينا كده نخش على الجديد اول باول. والجعفري اساسي امام مودرن سبورت فيوتشر في الكاس. كل زملكاويه يسالوا اشمعنى الكاس نركز فيه، لان خلاص ما بقاش فيه دوري. واحد يقول لي خلاص دي لسه بدري جدا على الدوري. يا عم بدري ايه؟ ده بدري من عمرك. الدوري بالسلامة مع نادي الزمالك، يعتبر ما فيش دوري السنة دي. على اللي بيحصل ده الزمالك مش هتاخد دوري. ان شاء الله نركز في الكاس، نركز في الكونفدرالية، هي دي البطولات اللي لسه باقيه لنا. وكمان عندنا كأس رابطة الأندية ان شاء الله ناخده. الزمالك يركز في البطولات دي. عايزين نطلع السنة دي بكام بطولة، ما نطلعش كده على الابيض. لا، ان شاء الله الفريق هيطلع كسبان يا كونفدرالية. ان شاء الله ناخد كمان كأس مصر، وناخد كأس رابطة الأندية، خصوصا لأن كأس مصر ده ما فيهوش النادي الأهلي. يلا بينا ننتقل لأخبار نادي الزمالك. يسعى الزمالك بقيادة جوميز بسيريو تحقيق الانتصار يضمن له التأهل إلى المرحلة المقبلة، وذلك لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في مباراته الماضية على إنبي بثلاثية نظيفة. كانت مباراة كويسة جدا لبسيريو. بسيريو ركز جدا، انت عملت مباراة أمام إنبي، مباراة من الكتاب. يلا بينا نخش على تشكيلة نادي الزمالك أمام مودرن سبورت فيوتشر في كأس مصر. في حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع صلاح الدين مصدق، محمود حمدي الونشي، وحسام عبد المجيد. مصدق ده بقى او مصدق ده لعيب في الجون، اللي اختاره فنان واللي جابه من بلده. هي دي الصفقة الوحيدة اللي نادي الزمالك عملها صح. وان شاء الله الجعفري هيكون في حتة كويسة. لعيب ده حريف جدا، واحد على واحد بيعرف يعدي. الحتة دي كانت بايظة في نادي الزمالك، الحتة دي كانت منتهية في نادي الزمالك بعد الجعفري، وان شاء الله هيكون ليها مذاق تاني خالص. نخش بين على خط الوسط. عمر جابر، نبيل عماد دونجا، وناصر ماهر، محمود بن تايك. خط الهجوم احمد السيد زيزو ومنسي ومصطفى شلبي. ناصر منسي عامل مباريات هايله، محدش ينكر. ناصر كويس جدا. ناصر بعد هدف النادي الاهلي مش هو ده ناصر اللي احنا نعرفه، اتغير 180 درجه. لعيب كويس جدا، لعيب هايل. يلا بينا بقى نشوف قناه الناقله لمباراه الزمالك ونادي مودرن فيوتشر. الزمالك هتنقل المباراة قناة اون تايم سبورت. طبعا هي النقل الحصري لمباراة الكاس والدوري، بس عايزين نشوف مباراة كويسة. طبعا كله خايف، كله مقلق، لان مودرن فيوتشر مش سهلة، مودرن سبورت مش سهلة. فيوتشر بتعرف تلعب كورة، فيوتشر عندها لعيبة كويسة بتعرف تلعب كورة، وخصوصا امام الزمالك. خصوصا مباراة الكاس ما بتضمنش، حتى لو بتلعب مع اقل فريق في الدوري ممكن في ثانية يخلص الماتش، ممكن يفضل مدافع وبعد كده يخش على الهجمة المرتدة يجي في جون ويطلعك بره البطولة. وهي العملية مش ناقصة خالص، احنا محتاجين تركيز وبس. وكمان حابب اشكر كل واحد اشترك لي في القناة. والله العظيم انت ما تعرف انت فرحتني ازاي. يعني والله العظيم انا كل ما بدخل واشوف لايك او اشتراك في القناة ده اكتر حاجة بتفرحني في حياتي. والله العظيم يا جدعان انا مستني باي طريقة ان اكمل 1000 مشترك. شكرا لكل واحد بيدوس اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس. والله العظيم ربنا يفرحك زي ما بتفرحني. تعالوا بقى نكمل بينا على حتة الهجوم. احمد السيد زيزو مع ناصر منسي. انا بقى محتاج الجعفري يلعب، محتاج الجعفري ده، لان الجعفري ده يعرف يحل لك في المباريات اللي زي كده. هو ده كل اللي انا نفسي فيه. ولحد هنا يكون وصلت لنهاية الفيديو. فما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد أول بأول إن شاء الله عن أخبار نادي الزمالك، كل ما يدور حول نادي الزمالك، تشكيل الفرق قبل المباراة، كل حاجة قبل المباريات هتتبعت لك إن شاء الله، بحيث إن أنت دوست اشتراك وفعلت زر الجرس. ولحد هنا أكون وصلت لنهاية الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى زملكاوية في الدنيا.